السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عدى 9 ايام من شهر رمضان والنهاردة اليوم العاشر. ايه اخباركم مع تدبر آية؟ عايش مع القرآن ولا لسه؟ تعالوا نشوف آية النهاردة. ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا في الجزء العاشر في آية جميلة جدا. قول الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآية بتاعت النهاردة تعمل لك ميزان لحياتك، لأولوياتك. اوعى يكون أهلك وأولادك ومراتك وإخواتك وفلوسك وعشيرتك، اوعى تكون الدنيا المباحة أحب إليك من طريق ربنا، أحب إليك من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى يكون المباح أحب إليك من اللي ربنا واللي النبي صلى الله عليه وسلم اختاره. لو انت كنت كده فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. خلي بالك، الله لا يهدي القوم الفاسقين. يا شباب، في ناس بيكون الذنب عندهم أحب إليهم من الله ورسوله. ربنا ذكر في ال8 أمور اللي احنا قلناهم في الآية كلهم حاجات مباحة، كلهم حاجات حلال. اوعى يكون الذنب اللي انت معتاده هو السبب في ان يبعدك عن طريق ربنا. جدد مع الله سبحانه وتعالى التوبة، وارجع إلى الله سبحانه وتعالى، ورتب أولوياتك زي ما ربنا رتبها لك في الآية دي. أول حاجة الله ورسوله، ثم بعد ذلك شوف المباح. أشوفكم بالخير إن شاء الله في آية جديدة بكرة. السلام عليكم ورحمة الله.